لكم النهارده طريقه فطير الشرقي بكل سهوله في البيت. زي ما انتم شايفين كده الفطير الشرقي وش بيتزا، هو ده الكلام. تقدروا تعملوه في البيت بكل سهوله بدون تهويه بقى وفرد كتير، بطريقه سهله جدا هتعملوه في البيت. هو ده الكلام. الطريقه دي تابعوا الفيديو للاخر بقى عشان تعرفوا طريقه الفطير الشرقي ده في البيت بكل سهوله. زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه، هو ده الكلام. شايفين التكات دي، شايفين الحشو. تقدروا تعملوه زي بتاع الفطير بالظبط وافضل ان شاء الله بتكاته وحركاته. مع الشيف محمود مفيش مستحيل. نفس الفطير الشرقي اللي بنشتريها ب 200 جنيه و 250 جنيه هتعمله في البيت. عندنا 2 كوب ونص من الدقيق. دقيق الخمس نجوم طبعا، بننزل عليهم برشه ملح كده صغيره، نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره خالص بتاعت الشاي دي يا جماعه اللي في البيت. وبنقلب المكونين دولت كده مع الدقيق مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وعندنا كوب الا ربع من الماء. الميه دي طبعا من حنفيه، مش لا ساقعه ولا سخنه ولا حاجه، ميه عاديه. بننزل بكوب الا ربع من الماء زي ما انتم شايفين كده. نبدا بقى نقلب العجين بتاعنا ونعجن. بتاخد ميكسيمم معايا كده 5 دقايق عجين في الاول، هو وقتها 5 دقايق. هتعملوا طريقه الفطير دي طبعا بكل سهوله في البيت. بنبدا بقى نخدمها على الرخامه بتاعتنا كده. هو ده الكلام. نبدا نقطعها بقى عشان عجينه الفطير لازم تكون مخدومه كويس، ونقسمها تنسيمه ميه، ونسيبها تريح جنبنا ربع ساعه. طبعا بنغطيها بستريتش او قماشه او اي حاجه عندنا نقدر نغطيها بيها لمده ربع ساعه. وبعد كده نبدا نخدمها الخدمه الاخيره زي ما انتم شايفين كده. الكلام ده عندنا طبعا الصدوق. هنعمل طبعا فطير شرقي بالصدوق. هنبدا نقطع الصدوق بتاعنا ونديله تشويحه لمده 3 دقايق مش اكتر. طبعا احنا هنعمل فطيرتين شرقي ان شاء الله النهارده بالكوبايتين ونص من الدقيق. وعندنا طبعا ربع كيلو من الصدوق. تقدروا تعملوه باللحمه المفروم طبعا او بالفراخ او باي نوع من عندكم، او تقدروا تعملوه جبنه بس يا جماعه. طبعا بندي الصدوق بتاعنا ده تشويحه صغيره خالص لمده 3 دقايق عشان عايزينه ربع سوا كده، وبقيه السوا هياخده هو في الفطيره. هو ده الكلام المطلوب كده. وصلنا للسوا الكامل او السوا اللي احنا عايزينه ربع سوا. نبدا بقى نرجع نخدم العجينه بتاعتنا، نخدمها لمده 3 دقايق مش اكتر. هو ده الكلام المطلوب. بنخدمها كده في الرخامه. قوام العجينه كده هيبقى حته واحده كده يا جماعه وناعم معانا، عشان ده عجينه الفطير لازم تبقى كده بدون تهويه بدون تفريغ. هنعمله على الرخامه خالص، نفرد بس. طبعا دول هتعملوا معايا عجينتين. دي قطعه عجين 450 جرام. هنقسمها على 2 طبعا. هنغطيها بقى ونسيبها تريح، وبعد كده نبدا نكورها. نغطيها باي ستريتش عندنا او اي كيس او اي قطعه قماش عشان الهواء متقشفش. نبدا نقسمها 2 زي ما انتم شايفين كده، ونبدا بقى نكورها كده بتكويره على ايدينا كده اكننا بنعمل خبز في البيت او عيش. هو ده الكلام المطلوب. طبعا عند جنبنا زبده صفرا طبعا على شويه زيت كده عشان نمشطها او نزيتها بيها كده عشان ما تقشفش مننا. هو ده الكلام المطلوب. هنمشط العجينتين طبعا. بعد ما مشطناهم كده بقى هنسيبهم جنبنا لمده نص ساعه يريحوا، ونغطيهم باي حاجه. بعد ما يريحوا نص ساعه زي ما انتم شايفين كده هنبدا نخدعهم. لو نضغط عليهم بايدينا كده يا جماعه دي اسمها تخديعه. ونبدا بقى نفردهم بالشوك بتاعنا او بالنشابه اللي موجود عندكم واللي متاح. العجينه بقى تنعم ازاي معانا. هو ده الكلام. هنفردهم كده داير ما يدور 25 سنتي العجينتين طبعا، وندهنها زبده كده او زيت اي ماده دهنيه عندنا واحنا بنفرد كده. طبعا بعد ما فردناهم زي ما انتم شايفين كده وقعدوا نص ساعه، ولو ساعه يكون افضل. طبعا ده دقيق 5 نجوم يا جماعه. شوف العجين داير ما يدور 25 سنتي. بعد ما ريحت ساعه، اقل حاجه نص ساعه، نبدا نفردها بقى على الرخامه بتاعتنا، ونضغط على الحروف كده بالشوك بتاعنا او بالنشابه. اهم حاجه نضغط على الحروف عشان ما تكلكعش معانا ويبقى في الفطيره في عجين كده. نفردها لحد ما نموت كل الحروف بتاعتها زي ما انتم شايفين. هو ده الكلام المطلوب. نبدا بقى نشد العجينه بايدينا كده بالراحه خالص. والدقيق ال5 نجوم يا جماعه فيه عرق، ما تقلقوش. دي افضل دقيق في السوق طبعا او في المحلات لو لقيتوه، وبيبقى موجود عند اي واحد بتاع بقاله كبير. طبعا زي ما انتم شايفين العجينه يا جماعه كده بقت فطيره كبيره قوي ازاي بدون تهويه. طبعا بندهن زبده عشان العجينه تاخد معانا اللون الذهبي. طبعا نقدر نعمل بقى العجينه وش بيتزا. طبعا بنلم واحده يمين واحده شمال، او فطيره وش بيتزا طبعا بيضه مع شويه جبنه موزاريلا مع شويه جبنه رومي لو امكن، فلفل طماطم زيتون، ونقلبهم مع بعض مع سنه فلفل اسود، وننزل بيهم على وش الفطيره. طبعا هنا الفطيره حشويه جوه زي ما انتم شايفين جبنه موزاريلا كده زي ما انتم شايفين. بكل سهوله هنعمل الفطير الشرقي في البيت بكل سهوله. طبعا بنبدا نوزع الجبنه كده داير ما يدور، بنعمله دايره. بننزل بالصدوق بتاعنا اللي واخد ربع سوا.
طبعا عشان نكمل سوا في الفطيره جوه الفرن. الفرن مسخن جنبي يا جماعه طبعا. عشان نعمل الفطير الشرقي بنحط على الصاج بتاع الفرن، تقدر تحطه في صينيه المونيا تكون دهنه زيت. طبعا انا حاطط في صاج الفرن، شغل الفرن فوق وتحت على درجه حراره عاليه. عندنا طبعا حطينا فلفل وطماطم وزيتون والجبنه الرومي، وزعناهم بالتناسق كده زي ما انتم شايفين. نبدا بقى ندور العجينه زي ما انتم شايفين كده. نبدا نقفل واحده يمين الاول الحشو وننزل، والجنب التاني اول ما تيجي الفطيره من تحت الاول الحشو نيجي نازلين، ونقفل بقى نقفل واحده يمين وفي النص كده، واحده يمين واحده يمين وفي النص، نقفل يمين وشمال وفي النص كده. الفطيره جاهزه ندخلها الفرن. كده عملنا اول فطيره، وتاني فطيره برضو بعد ما شدناها كده زي ما انتم شايفين كده. كلام سهل وبسيط وبدون تهويه وتفريغ، وتقدروا تعملوا منه فطير مشلتت بنفس الطريقه. تعملوا عجينتين او ثلاثه او عجينه واحده حسب بقى امكانياتكم. وفطير سهل تقدروا تعملوه بكل سهوله في البيت. انا بنزل لكم فيديو الفطير المشلتت التاني وصف بكل سهوله هتعملوه ان شاء الله على الطبليه. طبعا بنحط الصدوق بتاعنا بعد ما حطينا الجبنه الموتزاريلا. ممكن تحط من 150 جرام ل 200 جرام جبنه، وممكن ربع كيلو لو حابب. العجينه تشيل او الحشو يشيل، لان دي الخمس نجوم فيه عرق يا جماعه. طبعا بنزلنا بكميه الصدوق، ونبص على طبعا على الفطيره جنبي يا جماعه. هو ده الكلام. نزلنا بالفلفل، هننزل بالطماطم بتاعتنا الجميله والزيتون. نبدا بقى ايه، ننزل بقطعه الجبنه الرومي، ومفيش مشكله لو دقنا زي ما انتم شايفين كده. دوق طعم الجبنه، ونوزع الجبنه الرومي بتاعتنا. نبدا نقفل بقى. كلام جميل يا جماعه صراحه، هتعملوها بالهنا والشفا. الفطير الشرقي في البيت بكل سهوله. هو ده الكلام. نبدا بقى نتك عليه كده، نضغط عشان نطلع منها الهواء، وندينا دهنه زبده. طبعا الفطير الشرقي بعد ما دخل الفرن اهو، بعدين وهي في الفرن كده بعدها ب5 دقايق عملنا البيض اللي احنا قلنا عليه وش البيتزا، مع الجبنه الموتزاريلا مع الزيتون مع الفلفل والطماطم، وحطينا عليه على الوش. هو ده الكلام. شايفين الكلام يا جماعه؟ والحشو والكاتشب بقى اساسي معانا في الاكل. لايك وشير عشان نعمل وصفات كتير، وسبسكرايب للقناه. لو شاركت الفيديو بقى نوصل مع بعض ان احنا نعمل فيديوهات كتير، وتشوف كل حاجه سهله معايا ان شاء الله. فطير تحفه، الفطير الشرقي في البيت بكل سهوله بدون تهويه. تقدروا تعملوه في البيت بكل سهوله. هو ده الكلام. انا الشيف محمود بقدم وصفات واكلات. لو عجبك الفيديو لايك وشير. شايفين الحشو يا جماعه؟ شايفين التكات والحركات؟ هو ده الكلام. الكلام ده بيتكلم عن نفسه يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.